في بعض الأحيان الثقة في أقرب الناس لينا كتكون مصدر الخطر وتقدر تهدد لينا حياتنا. الطمع يمكن يكون دافع لارتكاب أفظع الجرائم اللي ما كيتصورهاش العقل، وحتى إلا كان الثمن هو إيذاء أقرب الناس ليك اللي صرفوا فيك غير الخير. مهما كان المجرم ذكي جدا وفكر في جميع التفاصيل، إلا أن الروح تتبقى عزيزة عند الله، والحقيقة دائما كتلقى طريقها باش تبان. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في حلقة جديدة وقضية جديدة في أشنو وقع مع وفاء. قضية اليوم غادي تخليكم تفكروا في علاقتكم مع الآخرين مهما كان قربهم منكم، وفي الثقة اللي كتعطيوها لهم. ما نطولش عليكم بزاف، شدوا بلاصة، ركزوا معايا مزيان ونبداو على بركة الله. قضية اليوم غادي تشد بينا رحال مدينة سيفلت. 2003 نهار الجمعة قبل الصلاة ديال الظهر، تيتلقاو البوليس واحد المكالمة من واحد الشخص تيدعي أنه جا الفيلا ديال خالو، ولكن تلقى خالو جثة هامدة أو مقتول وسط الحمام ديالو. البوليس في الحال تيستجبوا لهاد المكالمة وكيحضروا لعين المكان. فعلا ملي تيوصلوا البوليس لديك الفيلا اللي عطاهم السيد العنوان ديالها، تيلقاو ديك الفيلا محلولة وسط منها جوج ديال الرجال. تيسولوا البوليس شكون دار هاد المكالمة. كيتقدم واحد فيهم وتيقول لهم انا اللي درت المكالمة، لان هذه الفيلا ديال خالي، وهذا اللي معايا راجل بنته، واليوم الجمعة كما العادة كندوزو عليه باش نمشيو نصليو مع بعضياتنا. كنوقفوا باب الفيلا انا وراجل بنته وكنصونيو عليه باش يخرج لعندنا، الا ان التليفون تيصوني وخالي ما تيجاوبش. ساعتها تقلقنا عليه وهبطنا من الطوموبيل ودخلنا للفيلا. تيسولوهم البوليس كيفاش دخلتوا الفيلا، واش لقيتوها محلوله ولا نتوما عاد حليتوها. كيجاوب المعني بالامر واللي هو ولد اخت الضحيه وتيقول لهم انا هاد دار خالي راه بحال دارنا، لان خالي هو اللي مربيني من نهار كنت صغير، لانني كنت يتيم الاب والام، وهو اللي تكفل بيا وكبرني وقراني وخدمني في الوزين ديالو. وهذا الشيء علاش عندي حتى الساروت ديال الدار، لانني ديجا كنت ساكن معاه واحد الفتره طويله من الحياه ديالي قبل ما نتزوج. قل لهم ومنين حلينا الفيلا دخلت، كنعيط عليه وسط الفيلا ولكن ما لقيناش وما كيجاوبش. ساعتها تنمشيو للحمام، لان كنعرف ان خالي دائما نهار الجمعه الصباح كيدوش قبل ما يمشي للصلاه، حتى تنتفاجئ به انا وراجل بنته طايح في الحمام وغارق في دماياته. راجل بنت الضحيه حتى هو تأكد نفس الكلام، أن ولد خلت الضحية داز عنده الصباح وجايين كما عادتهم كل جمعة كيدوزوا على الضحية باش يمشيو يصليو، إلا أن هاد النهار ما خرجش ليهم كما العادة. هادشي علاش دخلوا للفيلا، وهاد ولد ختو كان عنده الساروت. من بعد البوليس ما تياخدوا الأقوال الأولية ديال هاد الناس، تيدخلوا يعاينوا الفيلا ويعاينوا الضحية، وفعلا تلقاو الضحية وسط الدوش ما لابسش حوايجو وغرقان في الدم ديالو. من المعاينة الأولية البوليس كيبان لهم أن الضحية ما عندوش شي ضربة بشي آلة حادة أو بموس في الجسم ديالو اللي ظاهرة عليه، ولكن كاين دماء كثيرة لأن الراجل طايح على عين قفاه كما كنقولوا، أو على الراس ديالو يعني مستلقي على ظهره. تدخل فرقة الشرطة التقنية والعلمية حتى هي على الخط، والطبيب الشرعي اللي كان في عين المكان تيقول البوليس أن السيد توفى بسبب الاختناق نتيجة عن تسرب الغاز من السخان ديال الماء. وفعلا هادشي اللي لاحظوه البوليس، أن ريحة الغاز كانت كثيرة في المكان. تيزيد الطبيب الشرعي وتيقول لهم بأن الضحية يقدر أنه يكون فارق الحياة على الأكثر واحد الساعتين هادي. تبداو أعضاء الشرطة التقنية والعلمية يرفعوا البصمات في عين المكان أو أي حاجة تقدر تكون دليل محتمل يوصلهم لهذا المجرم. بعدها تيتم نقل الضحية لمستودع الأموات، والبوليس تيعاودوا يسولوا هاد ولد أخت الضحية على شكون تيعيش مع الخال ديالو في الفيلا. كيقول لهم أن خالي هادي أكثر من عام ملي توفات الزوجة ديالو هو عايش غير بوحدو. وكذلك عاودوا يسولوه على ولد السوارت اللي عنده، خصوصا أنه ما بقاش عايش معاه في الدار ومزوج وعنده الشقة ديالو. تيعاود يأكد لهم هاد ولد أخت الضحية أن هاد خالو راه بحال الأب ديالو نيشان، وحياته كاملة هو عايش معاه، يعني دايرو فحال ولدو.
وبرغم أنه تزوج إلا أنه ما انبعدش على خالو بزاف، لأنه كيخدم مع خالو في الوزين ديالو ديال الثلج اللي كان متواجد في مدينة تيفلت. في هذا الأثناء اللي البوليس باقين في وسط الفيلا وفي عين المكان، كتوصل الابنة ديال الضحية لأنها وصلتها الخبار من الزوج ديالها اللي حتى هو كان كيخدم في الوزين ديال الثلج ديال باها. تتجي البنت ديال الضحية وكتقول لهم أنا الأب ديالي ما عنده حتى شي عداوات مع حتى شي واحد، والأب ديالي رجل طيب جدا ومعروف عليه الطيبة وما عمرو أذى شي واحد، شكون هذا اللي غادي يكون يقد يقتلو؟ ولكن البوليس لحد الآن حتى هما باقي ما عرفوش واش جريمة قتل. تيقوم البوليس بالمعاينة ديال الفيلا ويشوفوا واش شي حاجة مسروقة أو مغيرة في هاد الفيلا، طبيعة الحال بالمرافقة ديال البنت ديالو، ولكن ما تلقاو حتى شي حاجة لا محركة من بلاصتها ولا مسروقة. ما تيبقى عليهم إلا أنهم يعاينوا التقرير ديال الطبيب الشرعي باش يعرفوا راسهم واش غادي يبحثوا في جريمة قتل ولا غير حادثة وقعت لهذا السيد. ولكن تقرير الطبيب الشرعي تأكد بأن الضحية مات بسبب الاختناق أو تسرب الغاز من الشوفو ديال الدار، والدم اللي كان مغرق الدنيا ما كان إلا نتيجة ديال الجرح ديال الضحية في الأسفل ديال الرأس اللي نتج عليه واحد نزيف حاد. الحد هنا تيبان على أن الحادثة ما هي إلا حادثة اختناق بالغاز، ولكن حاجة وحدة اللي تثير الشكوك ديال البوليس هو البصمة اللي لقاوها فوق الشوفو، وكانت البصمة ديال ولد خت الضحية اللي تيقول عليه الخال ديالي. تيتم الاستدعاء ديالو في الحال المركز الشرطة وتبداو معاه التحقيق. تيواجهوا بهادشي اللي توصلت ليه الخبرة العلمية وتيقولوا ليه بأن لقينا البصمة ديالك فوق الشوفو اللي في الفيلا ديال خالك، واش عندك شي تبرير لهاد البصمة ديالتك اللي متواجدة هنايا؟ قال لهم أنه طبيعي تكون البصمة ديالتي فوق السخان ديال الحمام ديال دار خالي، لأنني أنا بأيام قليلة قبل من نهار الجمعة جبت ليه واحد السيد باش يصايب ليه شوفو لأنه كان خاسر عنده وأنا اللي كنت واقف معاه، فمن الطبيعي أن البصمة ديالتي تكون تماكنة. البوليس تيطلبوا من ولد خص الضحية أنهم يوريهم هاد السيد اللي جابوه صلح لهم السخان بما أنه هو اللي جابوه، وتيتم استدعاء هاد المعلم. تيواجهوه بولد أخت الضحية وتقول لي واش تعرفوا؟ قال لهم إيه سيدي كنعرفوا، هاد السيد هادي 3 أيام جا لعندي وقال لي بأن الشوفو ديال دار خالي راه خاسر وبغيتك تجي تصايبوا ليا. البوليس تيديو معاهم هاد المعلم حتى الفيلا اللي كان فيها الضحية وكيقول ليه ورينا بالضبط شنو صايبتي في هاد الشوفو. قال لهم بأنني منين جيت نصايبو كنلقى أن هاد الشوفو المشكلة اللي كانت فيه هو أن داك القادوس اللي كيخرج داك الغاز ديال الاحتراق على برا كان مغلوق بواحد الشيفونة. هادشي علاش كان داك الغاز كامل اللي كان خاصو يخرج تيعاود يرجع للحمام وتيبدا الإنسان يشمو كامل، يعني يقدر أي واحد يختنق به. المعلم منين تيوريهم منين كيخرج هاد السخان ديال الماء الغاز ديالو أو داك القادوس فين تيكب تيكون فوق السطح ديال الفيلا. البوليس تيطلعوا في الحال يعاينوا هاد القادوس، وهنا كتكون المفاجأة هو أنه تلقاوه فعلا عاود تاني مسدود بواحد القميجة. تيجبدوا ديك القميجة وتلقاوها فيها الدم بالأخص في الكم ديال اليد اليسرية، وتيتم عرضها على المختبر الشرعي لتحليلات الإجراء الخبرة على الآثار ديال الدم ولمن تعود هاد الدماء، لأن هاد القميجة وسط من هاد القادوس أو الشمينة اللي تخرج الغاز ماشي طبيعية، وهذه بفعل فاعل، يعني اللي داير هاد الشيء قاصد أن الغاز يرجع للحمام باش الضحية يموت مخنوق والجريمة تبان على أنها حادثة من الحوادث ديال الاختناق اللي كتوقع. بنت الضحية ملي كتعرف أن هاد الشيء بفعل فاعل كتبدا توجه الاتهامات خصوصا من واحد ولد عمها، وقالت ليه أنه كان كيجي عند الأب ديالي هو اللي عنده العداوة معاه لأنه كان باغي يخدم معاه في المعمل، ولكن الأب ديالي كان كيرفض لأنه كان واحد الإنسان فيه المشاكل ومدمن على المخدرات وما كيصلحش يخدم. وهذه غير واحد 15 يوم قبل ما يتوفى الأب ديالي كان جا عنده مرة أخرى وتيقول لي بأنك تعاود تخدمني معاه، ولكن الأب ديالي طردو بواحد الطريقة خايبة، وهذا الشيء ربما زاد أجج الحقد والكراهية تجاه الأب ديالي هو اللي جا قتلو.
البوليس ياخدوا منها الاسم ديال ولد عمها ومحل السكن ديالو وكيمشيو، ولكن المفاجأة كتحصل هو أن هذا ولد عمها أصلا كاين في الحبس ومحكوم عليه ب6 شهور ديال السجن، وديجا قاضي منها واحد الشهرين ديال الحبس. يعني وقت حدوث هاد الجريمة ولد عمها هادي الشهرين كان في الحبس، ما عنده حتى شي صلة بهاد القضية. البوليس هنا كيستغربوا علاش بنت الضحية كذبات، واش عندها شي علاقة بالموت ديال الأب ديالها، وبغات تورط ولد عمها باش تبعد عليها الشبهات. كيرجعوا كيستدعيو بنت الضحية وكيقولوا لها علاش اتهمتي ولد عمك وقلتي أنه هادي 15 يوم باش عند باك، ولكن السيد هادي شهرين هو في الحبس، علاش كتكذبي وشنو علاقتك بالموت ديال الأب ديالك؟ البنت ديال الضحية بان عليها الارتباك وكتجاوب البوليس كتقول لهم أنا ماشي قلت لكم شفتوا أنه جا لعندو، ولكن الأب ديالي اتصل بيا وقال لي أن ولد عمك راه جا لعندي. جواب كان غير مقنع البوليس وخلاهم يشكوا في بنت الضحية أنه يكون عندها يد في المقتل ديال الأب ديالها من قريب أو بعيد. إلا ما كانتش متورطة في هادشي علاش غادي تكذب؟ البوليس تيعرضوا عليها القميجة اللي لقاوها سادة القادوس ديال الغاز. هنا بنت الضحية غير تشوف هاد القميجة كتقول لهم هاد القميجة أنا كنعرفها هي القميجة ديال راجلي، وفعلا تيستدعيو راجلها وكيوريو القميجة وتيقول لي أن مراتك قالت أن القميجة ديالك. السيد ما نكرش، قال لهم فعلا أن القميجة ديالي وهاد الدم اللي فيها الدم ديالي لأنني تجرحت وسط الوزين وكنت بدلتها تماكينة وخليتها. البوليس تيطلبوا منه يوريهم الجرح في هاد اليد اليسرى ديالو. السيد ما تيمانعش وتيعري لهم يديه اليسرى اللي فيها واحد اثار ديال الجرح اللي كان جرح كبير وظاهر في اليد ديالو وباقي ما باريش مزيان. ولكن تعاودوا يطرحوا عليه هذا السؤال، بما ان هاد القميجه كما قلتي انها ديالك وصلتيها في المعمل، اشنو جابها لدار الضحيه وبالاخص في القادوس اللي تيخرج الغاز ديال الحمام؟ راجل بنت الضحيه ما لقاش اجابه لهذا السؤال، قال لهم انا سيدي حتى انا بحالي بحالكم ما عرفتش، انا القميجه على ما كنعقل بقات في المعمل. البوليس تيبداو يعمقوا البحث مع عائله الضحيه لانهم كيبان لهم ولاو ناس مشكوك فيهم، وبداو معاهم نقطه بنقطه، فين مشيتو فين جيتو الليله اللي قبل وداك النهار، لان لحد الان فات على الحادثه واحد اليومين. يعني السيد تقتل الجمعه فات عليها السبت والحد وهداك نهار الاثنين. تيعاودوا يسولوا هاد ولد خوت الضحيه اللي هو في الاول هو اللي اتصل بالبوليس وبلغ على الحادثه، تيقولوا ليه وقتاش اخر مره شفتي الخال ديالك هو على قيد الحياه قبل هاد الحادثه؟ تيقول لهم نهار الخميس بالليل، واخر هضره كانت بيناتنا هو انني درت معاه كما العاده غادي نتلاقاو لا غد ليه نهار الجمعه باش نصليو مع بعضياتنا. البوليس تيطلبوا من ولد خالة الضحيه يعاود لهم على داك نهار الجمعه، ملي فاق من النعاس نهار الجمعه إنا ساعة فاق وشنو دار داك النهار قبل ما يمشي عند الخال ديالو. تيعاود ولد خوت الضحية أنه نهار الجمعة فاق مع 10 ديال الصباح ودوش وركب الطوموبيلة ديالو وداز عند الدار ديال بنت خالو وجاب راجلها هزو معاه في الطوموبيلة، وساعتها توجهوا للفيلا ديال خالو باش يمشيو مع بعضياتهم لصلاة الجمعة. وقفوا بالطوموبيلة قدام الفيلا وبدا تيصوني على الخال ديالو باش يخرج، ولكنه ديك الساعة مني ما ردش عليهم مرارا وتكرارا وعاودوا دقوا الباب وما ردش عليهم، هي فاش جبد الساروت الضوب اللي عنده وحل الفيلا ولقى الخال ديالو ميت وسط حمامه. هادشي اللي كاين الحد هنا كلشي غادي هو هداك، والخط الزمني اللي عاود عليه ولد خوت الضحية هو هداك، تباعد عليه الشبهات إلى حد ما. ولكن كما كنقولوا الروح عزيزة عند الله، كتوقع واحد الصدفة غريبة جدا وحتى النسبة ديال الحدوث ديالها نسبة نادرة. منين كيدخل العميد ديال الشرطة اللي كان هو المكلف بالاستنطاق ديال هاد الناس، كيدخل لواحد البيرو اللي فيه واحد الشرطية اللي كانت مسؤولة على الوحدة ديال المرور تتوجد الدواسة ديال المحاضر ديال المخالفات باش دوزهم للمحكمة. بدا كيضحك هاد الكوميسار وقال لها هادو كلهم مخالفات ديال السير. قالت لي هي رامي عيني على هاد الدواسة، وبالصدفة عيني ما جات غير على واحد المحضر
أو ديال مخالفة السير اللي فيها الاسم ديال داك الولد خدس الضحية اللي كان كيحقق معاه واللي كانت سميتو علي، وهو يطلب منها تشوف إمتى كانت هاد المخالفة، وهي تجبد الدوسي وقالت له بأن المخالفة على حسب اللي مقيد في المحضر أنها كانت نهار الجمعة. سولها تشوف بالضبط اين ساعة كانت هاد المخالفة واين بلاصة، قالت له مع 9 ديال الصباح في الشارع الفلاني، واللي هو الشارع اللي فيه الفيلا ديال الضحية. يعني ولد اختو تما دار المخالفة مع 9 ديال الصباح. هو كيقول لهم انا فقت مع 10 ديال الصباح، عاد نضوجت وعاد هزيت الطوموبيله ديالتي وعاد دزت على راجل بنت خالي. يعني على حساب الأقوال ديالو ما خرج من الدار حتى لديك 11 ونص أو 12، يعني قبل الظهر غير بشوية، ولكن المخالفة مقيدة نهار الجمعة مع 9 ديال الصباح. اش كان كيدير جهة الفيلا ديال خالو مع 9 ديال الصباح؟ ولا كان غير صدفة؟ علاش كذب في الأقوال ديالو؟ إذا السيد أكيد فراسو شي حاجة، علاش كيكذب؟ تيجيبوا هاد علي وتيتم استدعائه المركز مرة أخرى باش يعمقوا معاه البحث في هاد القضية، وتيحطوا حداه المحضر وتيقول ليه هاد المحضر بسميتك. كيشوف فيه وكيقول لهم يقولوا لي إذا درتي مخالفة، وهاد المخالفة في نفس الشارع اللي كيسكن فيه الخال ديالك واللي كانت مع 9 ديال الصباح. شنو الأقوال ديالك في هاد الشيء؟ كيقول لهم أنا فعلا درت مخالفة وفي نفس الشارع، ولكن ماشي نهار الجمعة. المخالفة عندي كانت نهار الخميس. قالوا لي كيفاش نهار الخميس والمحضر مقيد نهار الجمعة مع 9 ديال الصباح؟ ما يمكنش يكون كاع هذا غلط، وهذه كلها غير مصادفة. البوليس بداو يضغطوا عليه وقدام هاد الحقائق اللي هي قدامه واللي ما يقدرش ينكرها، لأنه ما يكونش غادي صدفة. الخطأ غادي يغلطوا فيه ويغلطوا في النهار ويغلطوا في الساعة، وهو اللي غادي يكون على صواب. ما يمكنش. تيخليوه في المركز وتيجيبوا الزوجة ديالته يعاودوا يحققوا معاه على داك النهار، وكيسولوها وقتاش فاق راجلك وشنو دار. كتقول لهم بان هذاك النهار الصباح ديال نهار الجمعة فاق بكري، وقال لي بانه راه غادي يمشي للمعمل، رغم ان المعمل نهار الجمعة كيكون ساد وما كتكونش الخدمة. ولكن ولد خدس الضحية رد عليها بانه عنده شي ورق خاصو يمشي يسنيهم ضروري. هنا غادي يواجهوه بالأقوال ديال الزوجة ديالو وبالمحضر ديال المخالفات اللي دار داك الصباح. هنا صافي علي حس براسو محاصر، ما بقاش عنده فين يزيد بالكذوب ديالو. محضر المخالفة اللي مقيد عليه داك الصباح مع سعود، والهضرة ديال الزوجة ديالو أنه خرج الصباح بكري ماشي مع 11 ديال النهار كما كان كيقول هو. وتيبدا يعاود على الجريمة الشنيعة ديالو والغدر اللي دارو. كيقول بأن خالو نهار الخميس عطاه واحد الشيك فيه واحد المبلغ ديال 250 مليون وكلفوه بواحد الصفقة. ولكن علي ما كانش هو الإنسان اللي غادي يكون محط ديال الثقة ديال الخال ديالو، لأن علي بدا تيكن واحد الحقد والكراهية تجاه خالو وراجل بنت خالو، لأنه بدا تيشوف أن خالو بدا تيعامل راجل بنته مزيان على حساب الأقوال ديالو، وأن راجل بنته صبح تيكلفو بمهام كثيرة في المعمل، ومن بينها أنه تيسير العمال وتيسير بعض الأشغال في المعمل. علي كيخاف على المكانة ديالو والطمع تيعميه، وقال مع راسو أنه يستولي على 250 مليون ومن بعدها يمشي بحالاته ويوقع اللي بغى يوقع. وقرر نهار الجمعة يكون هو نهار ديال التنفيذ ديال الخطة ديالو، وقال بأنه مشى عند خالو الصباح بكري قبل سعود. استقبلوا خالو وجلسوا مع بعضياتهم في الجردة ديال الفيلا وفطروا مع بعضياتهم. شويه خالو قال ليه انا غادي نمشي ندوش. تيقول علي بانه ساعتها خلى خالو حتى طلع يدوش، وهو خرج للطوموبيله ديالو ومن الكوفر جبد القميجه ديال الراجل بنت خالو اللي خداها من المعمل الساعه فاش تجرح السيد. وهذا كيعني ان علي كان كيخطط للجريمه من قبل، يعني مع سبق إصرار وترصد. السيد كان تيخطط مزيان وكانت عنده نية مسبقة، والجريمة بغى يلفقها للزوج ديال بنت خالو، وهكا غادي يكون تخلص من خالو وخدا 250 مليون وورط راجل بنت خالو. تزيد عليه ويقول بأنه منين خدا القميجة من الطوموبيلة
طلع حتى للسطح ديال الفيلا ودار ديك القميجة في القادوس اللي كيخرج الغاز، وهبط وسد الباب ديال الحمام على خالو وخلاه تما كينا كيتخنق حتى سمع الخال ديالو الحس ديالو تقطع وطاح، وكان تأكد أنه ساعتها مات. حل الباب ديال الدوش باش ما يبقاش مسدود من برا وتعرف بأن شي واحد هو اللي كانوا سدوا عليه، وهبط وخدا طونوبيلتو ورجع للدار. وساعتها في ديك الرجعة اللي كانت مع سعود كان راجع بواحد السرعة كبيرة وتما تقيدات عليه المخالفة ديال السير. علي إنسان خبيث وإنسان نكار ونسى كل الخير اللي داروا فيه خالو غير للحظة الشك ديالو أو الظن ديالو أنه يقدر خالو يخلي راجل بنته هو اللي بدا يسير المعمل. قتل خالو بناء على شكوك وعلى ظنون ماشي متأكد منها وربما خيالات العقل ديالو المريض، ولكن لأنه في الداخل ديالو أنه إنسان مجرم وإنسان خايب ما مزيانش، هادشي اللي خلاه اقترف الجريمة، لأن ماشي أي واحد يقدر يرتكب هاد الجريمة الشنيعة. هادشي علاش واخا نعطيو الثقة ديالتنا للناس اللي كنحبوهم وكيكونوا مقربين منا نبقاو حذرين ولو واحد شوية. الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق، وحتى نتلاقاو في قضية جديدة وحلقة جديدة. خليكم في أمان الله.